ازاي تذاكر غصب عنك وتجيب درجات عاليه وكمان تطلع من الاوائل. طبعا انت عارف ان انا بقولش كلام على الفاضي، بس والله وربنا يشهد عليا ان الحاجات دي كلها هتخليك تطلع من الاوائل مع السعي ورزق على الله. اول حاجه كنت بعملها اول ما اذاكر او اول ما اقعد على المكتب كده هي ان اجيب ورقه فاضيه واكتب كل حاجه عليا بالتفاصيل الممله. يعني لو عاوز اذاكر ماده معينه اكتب الماده وتحتها الشباتر اللي عليا، في حين كل ما اخلص شابتر اعمل علامه صح عليه. تاني حاجه ودي خلتني زي الناس الاوائل اللي بتجيب درجات عاليه سواء في المدرسه او في الجامعه، اني صاحبت وقربت من الناس الشاطره واللي عارفه مصلحتها. ولكن اكتر حاجه هتاثر فيك الصحاب. يعني لو صاحبت شخص فاشل هيفشلك وهيخليك نفس عقليته، وكذلك لو صاحبت الشخص الناجح هيخليك نسخه منه وهيعليك، وبالتالي الشخص الناجح هيزقك لقدام كده كده. تالت حاجه واللي معظم الناس اتكلمت عنها بس انا هتكلم عنها بطريقتي، وهي انك تربط المذاكره بحاجه انت بتحبها. يعني تتخيل كده ان المذاكره دي حاجه ممتعه وبتسليك، وعلى طول تربط السعاده بالمذاكره. يعني مثلا انا بحب الايس كوفي، فانا هذاكر علشان اخد الجايزه بتاعتي اللي هي الايس كوفي. او قبل ما تبدا مذاكره تقرا صفحه من القران او تسمع ايه من القران من الشخص اللي بتحبه وبعدها تذاكر. رابع حاجه طريقه اتعلم وعلم. يعني مثلا لو عليا امتحان اقعد اذاكر من الصبح لليل، واجي في اخر اليوم كده اسمع الكلام اللي ذاكرته لواحده صاحبتي انا بثق فيها او لاي حد في البيت، وكمان من غير ما ابص للورقه اللي انا ذاكرت فيها، وابدا اشرح اكني بشرح لحد عنده 4 سنين بالظبط. واخر حاجه هزودها لك كده جدعانه مني، والله هتخليك من الاوائل وتحفظ اي حاجه حتى لو شخص نساي، وهي التكرار. انك تكرر المعلومه سواء بالكتابه او بالكلام. اوعدك مليون في المية انك لو مكسل تذاكر وعملت الخطوات دي هتلاقي حاجه تمتعك وانت بتذاكر. مش بقول ان الحاجات دي هتخليك تجيب درجات عاليه على طول، لانك لازم تسعى والارزاق على ربنا، بس الحاجه دي هتسهل عليك المذاكره وهتخليك تقوم غصب عنك تذاكر، وكمان تبعد عنك تعفن الدماغ اللي عفن لك دماغك ده.